صعبة، وهنبدأ سنة جديدة بطاقة مختلفة وروح مختلفة، وكمان بداية سنة مش يعني إن هي بداية رقم وخلاص، لا احنا بنبدأ بأهداف وخطط جديدة هنكملها إن شاء الله. 20 عملت مشروع خاص بيا، بزنس. مش حاجة تانية؟ جبت امتياز في الكلية. بدأت في مجال الموشن والكاركتر انيميشن، ودي أكتر حاجة حلوة حصلت في 22. السؤال الصعب ده، حاجة مميزة حصلت في 2022. ماشي. والله سنة 2022 دي سنة مميزة أوي في حياتي، يعني كانت أول سنة نطلع فيها من الكورونا، يعتبر حياتنا شوية تنفتح على الدنيا. كنت خسيت فيها تقريبا 30-35 كيلو. يعني نفسيتي فيها بقت أحسن بكتير. السنتين اللي فاتوا دول كانوا وحشين أوي. طلعت بصاحبتي فيروز، طلعت بصاحبتي منار برضه. ما طلعتش بحد. بالعكس أنا خسرت ناس كتير قوي، يعني كل الناس مقاسي. كمان يا بنتي. صحابي عندي هقول ماشي عندي مروة وفاء، دول عندي. الصراحة يعني طلعت الناس من أول ما فتحنا تراك وكده، فتعرفت على ناس جميلة الصراحة وناس جدعة عكس ما كنت متوقع. يعني عدت بأمر حتى إن أنا أعرف ناس جديدة والكلام ده كله، عرفت ناس كويسة. قلت بدأت في الموشن جرافيك والكاركتر انيميشن، حابب إن أنا أكمل فيها وأخش في ال 3D والحاجات التانية أكمل فيها. هو انا يعني كنت بروح الجيم على طول زمان قبل الكورونا، فقطعت في فتره كورونا كلها سنتين كاملين واتخنت فيهم قوي. ف 2022 رجعت للجيم تاني ورجعت بنفس النشاط يعني بنفس الروح اللي انا كنت فيها زمان. ف نفسي ان انا ما بطلش يعني. تراكي بجد يعني حسيت ان المكان ده الوحيد السنين ده كده دخلتها، وحاسس ان انا لما باجي سيشن اي حاجه او بتجمع بيهم بحس ان انا واخده باور كده وببقى فرحانه بجد. كان وفاة حد غالي عليا، فكان يوم وقفة العيد. فترة الامتحانات دي احنا في طب الامتحانات بتاعتنا فترة صعبة أوي، بتكون فترة طويلة أصلا. ف يعني ضغط امتحانات لفترة 3 شهور مثلا دي لوحدها صعبة أوي. الناس اللي خسرتها حاسة ان كان في حاجة كمان كده وانا زعلانة. خلص مش فاكرة بصراحة، بس هو اكيد كنت زعلانة عشان يعني اصل هي مش ناس عادية يعني، بس تتعود ان شاء الله. نفسي أحقق، كان نفسي أبدأ في ماستر إدارة الأعمال، بس حصل ضغط كده ما عرفتش أعمل حاجة زي كده بسبب إن الجامعة بعرف أجيب الكلام ده كله. عايزين ورق من الجيش، حاولت أجيب ورق من الجيش، كانت قصة حزينة كده. والله هي مش حاجة معينة يعني، أنا كنت نفسي أحقق حاجة وفي الآخر اكتشفت إن مش عاوزة الحاجة دي أصلا، فكنت بقى تايه في النص كده. لا مفيش حاجة، كل حاجة كنت عايز أحققها وصلت لها. إن شاء الله اللي بعدك يكون أحسن مني. 2022 ابتدي تشتري مفيش تاني. الفكرة إن حصل فيها بجد مقاسي كتير قوي، تفكرني بإيه؟ حاسة إن أنا بقعد أعيط دلوقتي. وجايلها كلمة بقى على المقاسي دي. منك لله بعيدة. حاجة شكرا على إنك خلتني مثلا أعرف أتخطى حاجات كتير في حياتي. ناوية على ايه في 2023؟ اطور بقى من المجالات اللي انا فيها دي، احاول اسعى اكتر ان انا اوصل لحاجة اعلى برضو ترضيني، وبس. هخلص جيش ولا حاجة. اهدافك ان شاء الله في كام بروجكت شغال عليه، ان شاء الله يعني حاجه يطلع بصوره كويسه باذن الله.
والمفروض ان انا هسافر اسيب مصر خلاص. مصر بقت حته مني يعني، بقالي 6 سنين عايش هنا، باكل وبشرب وعايش في المكان، وهضطر ان انا اعيش في مكان تاني. فان شاء الله انا معاك. ان شاء الله يكون اللي جاي يعني احسن.